السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا شباب. طبعا بحكي لكم قصة الشخص هذا عامر الذي كان في المطار، كان ناوي يروح يحج. فوصل للمطار فقدم الجوازة حقه فحصلوا مشكلة بالجواز حقه. قال له يا أخي اصبر قليل بينما نحل مشكلتك والطائرة قد تقلع. فالشخص عامر هذا جلس منتظر والطائرة قد تقلع. فالعسكري اللي هناك قال له يا أخي شكله ما في لكش نصيب إنك تروح السنة هذه. قال له يا أخي أنا نيتي أسرع حق السنة هذه. فالطائرة عاد بدأت تستسير جات مكة، فوصل انذار إنه الطائرة في بخلل. فرجعت الطائرة فشافوا الخلل، صلحوا الطائرة وقد بندوا الأبواب قدوم سايرين ثانية جهة مكة. فلما ساروا والطائرة قد استقلع ثانية جهة مكة، وصل انذار ثاني إنه الطائرة في بخلل ورجعت ثاني مرة. فسوق الطائرة فلما رجع ثاني مرة قال إذن الخلل مش من الطائرة، الخلل إنه الشخص هذا يطلع معي. فسبحان الله، القصة هذه تعلمك الصبر والثقة بالله. ما استسلمش وثق بالله. والعسكري قد كان يقول له مرتين إنه ما تطلعش السنة هذه، ما في لك نصيب. فسبحان الله، فخلوا آمالكم بالله كبير وثقتكم بالله كبير. ما لك من البشر لو يقول لك أي واحد إنه هذا الشيء مستحيل وإنه ما تقدرش توصل له، ما لك منه. أنت ثق بالله بس وخلي ثقتك بالله. ما فيش حاجة مع الله مستحيل. فهذا الذي حبيت أوصله بعد مقلعة الطيارة مرتين، بعد ما كانت سائر إلى مكة مرتين، الرجال هذا طلع ما استسلمش وجلس منتظر والطائرة تعطلت مرتين. فسبحان الله، أقسم بالله أن القصة هذه تعلمك الصبر والثقة بالله. فخلوا إيمانكم بالله قوي وثقتكم بالله قوي. وهذا الذي حبيت أوصله. تحياتي الجميع.